اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على هذا حفل الاستقبال ديال المنتخب الوطني المغربي، اللي من خلاله تيظهر بان حسب ما راج في التواصل الاجتماعي غياب اللغه الرسميه اللي هي الامازيغيه. وهنا غادي نوجهوا رسائل. الرساله الاولى خصوصا الفئات اللي انضمت الاحزاب السياسيه والدكاكين السياسيه، واللي في الحقيقه اعطت يعني شيء يعني سلبي تجاه كل ما هو امازيغي. ما كاينش الضغط، ما كاينش شي حاجه اللي هي ملموسه، بل بالعكس رينت على الضعف ديالها وتسببت فيما وصلت اليه الامازيغيه اليوم. الرساله الثانيه هو ان هاد الناس اللي تيديروا مازال ما فهموش شنو كاين، نقول لهم بأن الأمازيغية لم تعد تقبل مثل هذه الأساليب، وأن المنتخب المغربي المروكي أصبح الآن واجهة للأمازيغية. لماذا؟ لأن الأفارقة الآن يؤمنون بأن لهم منتخب أمازيغي وليس عربي. وكلما يعني تعمقتم في مسار العروبة في شمال إفريقيا فأكيد بأن هناك تداعياتها في الاتحاد الإفريقي وفي مصالح المشتركة مع الأفارقة. الأفارقة لن يقبلوا كل ما له علاقة بالإقصاء كما يحصل الآن بالأمازيغ في شمال إفريقيا. تنمية